بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي. بعد ما خلصنا درس الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي، هناخد مراجعة عليه النهاردة. ده الدرس الثاني في الوحدة الثانية. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أنشأ سعيد باشا للفصل في الخصومات المدنية والخصومات التجارية بالسودان. سعيد باشا عمل ايه عشان يفصل ما بين الخصومات المدنية والتجارية؟ طبعا مجالس الأقاليم. قام الخديوي إسماعيل باستكمال ما بدأه محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق. أول ما بدأ محمد علي، بعد كده سعيد، بعد كده إسماعيل. أرسل الخديوي إسماعيل رحلات استكشافية في القارة الإفريقية، وصلت إلى بحيرتي فيكتوريا وإلبرت وفيكتوريا عند المنابع الاستوائية. تم إنشاء فنار في ميناء بربرة على خليج عدن في عهد الخديوي الخديوي سعيد باشا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. إن مستقبل مصر في أفريقيا. وردت المقولة السابقة على لسان أحد خلفاء محمد علي، وهو طبعا إبراهيم باشا، اللي قال إن مستقبل مصر في قارة أفريقيا. أنشأ عباس باشا مدرسة ابتدائية بالسودان في مدينة مدينة الخرطوم، وخلى الناظر بتاعها رفاعة الطهطاوي. قام سعيد باشا بعزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة في السودان، وكان ذلك ضمن الإصلاحات الإدارية. تم تقسيم السودان إلى 5 مديريات تتبع وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة على يد سعيد باشا. 7 مديريات محمد علي، 5 مديريات سعيد، 12 مديرية إسماعيل. تم اكتشاف الجهات الشرقية للحبشة في عهد الخديوي إسماعيل. تم مد خط سكة حديد بمحاذاة نهر النيل بالسودان في عهد سعيد باشا. تم إنشاء إدارة للبريد في السودان عام 1873 بناء على أمر الخديوي إسماعيل بمدينة الخرطوم اللي هي العاصمة. واجهت مصر أثناء توسعها لاستكشاف أفريقيا العديد من المعوقات الطبيعية، ويخرج عنها معوق بشري، المصاعب المالية في مصر ده البشري، أما ده كله طبيعي. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. اتخذ سعيد باشا عدة إجراءات لإشراك السودانيين في الحكم. طبعا العبارة صحيحة. نشوف السؤال اللي بعد. كانت المجالس العرفية التي أنشأها سعيد باشا بالسودان أحد الإصلاحات القضائية. طبعا العبارة غلط، إصلاحات إدارية. أعفى سعيد باشا أهل السودان من الضرائب المتأخرة عليهم وأسقط الضرائب عن الجنود. طبعا العبارة صحيحة. السؤال اللي بعده. أكبر اتساع منظم في أفريقيا للدولة المصرية كان على يد سعيد باشا. طبعا على يد إسماعيل. ده اللي عمل إمبراطورية كبيرة في مصر والسودان، وصل حتى الأقاليم الاستوائية. سعى الخديوي إسماعيل لتأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل. طبعا العبارة عبارة صحيحة. نشوف جزئية تانية من الأسئلة.
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لم تشهد مصر توسع منظم في تاريخها كما شهدت في عهد، طبعا في عهد مين؟ عهد إسماعيل، عمل إمبراطورية عظيمة حتى الأقاليم الاستوائية. اهتم الخديوي إسماعيل بالزراعة في السودان، حيث توسع في زراعة، طبعا توسع في زراعة القطن. يبقى هنعلم على القطن. أصلح الخديوي إسماعيل ترسانة الخرطوم التي أنشئت في عهد، طبعا أنشئت في عهد محمد علي، هو أصلحها. أنشأ الخديوي إسماعيل فنار في ميناء بربرة على، طبعا على خليج إيه؟ خليج عدن. يبقى هنكتب خليج عدن. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تعد محاربة تجارة الرقيق أحد العوامل التي دفعت الخديوي إسماعيل لإرسال بعثات لاكتشاف أفريقيا. دي من العوامل صح، وعوامل تانية كتيرة. نجحت الحملات والرحلات الاستكشافية التي أرسلها الخديوي إسماعيل في أفريقيا في الوصول إلى بحيرة إيه؟ بحيرة فيكتوريا. طبعا العبارة إيه؟ عبارة صحيحة، بحيرة إلبرت وفيكتوريا. كانت مصر في عهد الخديوي إسماعيل تستقبل خريجي مدرسة الخرطوم لإتمام دراستهم على نفقتهم الشخصية، طبعا غلط، على نفقة الدولة الإيه؟ الدولة المصرية. أنشأ الخديوي إسماعيل 5 محافظات بأفريقيا تقع على الساحل الشرقي لأفريقيا. إسماعيل عمل 12 مديرية وعمل 5 محافظات على الساحل الشرقي لحد الصومال. من الصعوبات البشرية التي لعبت دورا في توقف الكشوفات الجغرافية المصرية في أفريقيا انتشار الأوبئة والأمراض، طبعا عبارة غلط، دي بشرية وليس طبيعية وليست بشرية. بما تفسر تغير التقسيم الإداري في السودان في عهد الخديوي إسماعيل. ليه الخديوي إسماعيل غير التقسيم الإداري؟ بسبب توسعات الخديوي إسماعيل في أفريقيا وضم أراضي جديدة، عشان كده غير التنظيم الإداري. نشاط التجارة في السودان خلال عهد الخديوي إسماعيل، يعني ازدهرت التجارة في عهد الخديوي إسماعيل. ليه؟ طبعا بسبب استقرار الأمن وإنشاء الطرق والمراكز التجارية المهمة. دلل على صحة كل عبارة من العبارات التالية. هناك دوافع شخصية للخديوي إسماعيل ساهمت في إرسال رحلاته الاستكشافية نحو أفريقيا. طموحه الشخصي، حيث كان طموحه الشخصي ورغبته في تكوين إمبراطورية عظيمة، ده من الدوافع الشخصية اللي خلته يرسل رحلات إلى أفريقيا. اهتم الخديوي إسماعيل بالملاحة النهرية في السودان، حيث قام بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي وادي حلفة. مش بس كده، وأصلح ترسانة ترسانة الخرطوم. 3. اهتمام الخديوي إسماعيل بوسائل الاتصال في السودان، حيث أنشأ إدارة البريد في الخرطوم، وأنشأ العديد من مكاتب البريد، ومد خط تلغراف في السودان. جزئية تانية من الأسئلة: إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان. طبعا اللي تولى نظارتها رفاعة رافع الطهطاوي، يبقى رفاعة الطهطاوي. أحد خلفاء محمد علي قام بتقسيم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة،
طبعا هيبقى الخديوي إسماعيل. وعمل 5 محافظات في الشرق. أحد خلفاء محمد علي قام ببناء رصيف للسفن في ميناء إيه؟ في ميناء بربرة. طبعا الخديوي مين؟ الخديوي إسماعيل. 4. أسس إدارة البريد بالخرطوم عام 1873 وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في المدن السودانية. طبعا الخديوي مين؟ الخديوي إسماعيل. بما تفسر قيام سعيد باشا بزيارة السودان عام 1857 طبعا علشان ينمي موارد السودان ويدرس أوضاع السودانيين، يبقى لدراسة أوضاع السودانيين وتنمية موارد السودان. أنشأ سعيد باشا مجالس الأقاليم في السودان طبعا عشان يفصل بين الخصومات المدنية والتجارية بين السودانيين، للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. إقامة سعيد باشا مركزا على نهر الصوباط طبعا لمنع تجارة الرقيق، يبقى عمل مركز أو معسكر للجيش على نهر الصوباط. إقامة الخديوي إسماعيل لنقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية بأفريقيا لتأمينها وحمايتها من إيه؟ من الاعتداءات ورفع العلم المصري عليها، يبقى لتأمينها حمايتها ورفع العلم المصري عليها. اهتمام الخديوي إسماعيل بالتوسع في زراعة القطن بالسودان لدعم الصناعات التصديرية. السؤال السادس، ازدهار حركة التجارة في السودان خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل. ازدهرت التجارة ليه؟ طبعا بسبب استقرار الأمن. 2. إنشاء الطرق. 3. إنشاء المراكز التجارية المهمة. 7. سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. الأوضاع الداخلية لمصر كانت سيئة ليه؟ بسبب سوء الأزمة المالية أو بسبب الأزمات المالية والسياسية برضو والاستعانة بالأجانب في السودان. وبكده أبقى خلصت معاكم مراجعة الدرس الثاني. تابعوني في شرح باقي المنهج مع تحياتي مستر جبر.